حلوة ريش بوند ديال الزمن الجميل. شكون اللي ما كيحمقش عليها الكبار والصغار؟ اجي نجربوها بطريقه سهله اللي كتجي بنينه كتذوب في الفم. يلا نبداو على بركه الله. عندي هنايا انا درت كميه صغيره دي بيضه، ممكن تضربوا المقادير ولا تضربوهم في ربعه، كيبقى لكم اختيار. شويه ديال الملحه لتصحيح الذوق، فاني الا عندكم فاني سكر فانيلا ديروا ساشي ديال السكر، نص كاس ديال السكر سنيده، وغادي نطربهم مزيان، نخلط هاد العناصر بجوج يعني حتى ينسجموا مع بعضياتهم. صافي هنايا غادي نزيد نص كاس ديال زيت النباتيه ولا زيت المائده، حتى هي غادي نخلط حتى ينسجموا ليا العناصر مع بعضياتهم. هنا عندي نص معلقه ديال الخميره ديال الحلوى، خميره كيماويه، وغنبقى كنزيد الدقيق كندخلو بشويه بشويه. يعني انا ما عنديش كميه اللي غنقول لكم كاس ولا جوج، ولا بديت كندخل حتى كتنسجم عندي الخليط وكتكون عندنا كره اللي كتقدو تكوروه ما كتلصقش. يعني العجينه ما كتجيش قاصحه وما كتجيش جاريه كتلصق في اليدين. ملي تبقاو تقلبوا وتلقاو انكم قادرين انكم تكوروها، صافي غادي تحبسوا من الدقيق. انا خدمت بيدي لحقاش ما نقدرش نخدم بالفوي. كما قلت لكم كنزيد الدقيق بشويه بشويه، انا كنخلط وكنزيد. ما يمكنش ديروا الدقيق بزاف ثقيل ولا تجينا قاصحه، وعاوتاني ما نديروش. المهم حنا غاديين كنخدموا وبشويه، نخدموا بالعقل. فوالا كما كتشوفوا هذا هو القوام ديالها. كما قلت لكم منين تكوروها وتكور صافي عرفوها نتوما كتلصق في يدين ما حتى شي حاجه. صافي حاولوا انكم ديروا قياس واحد، انا درت قياس 20 غرام، عطاتني تقريبا شي 19 الحبه، الا بقيت عاقله 19 20 غرام. واللي ما بغاش تعبر اللي زعما بعينك ميزان كديري قياس واحد باش ما تجيش شي كبير شي صغير. واللي بغى يديرهم صغيورين ويلصق وحده مع وحده كما كاين اللي كيديرها، كيبقى لكم الاختيار. فوالا بعد ما كملتهم كاملين ودرتهم في الطاوه ندخلهم في الفران العافيه مهيله ديال 170 درجه. صافي حتى يطيبوا تحمروا ليا غير يذهبوا وديك الساعه نخرجهم. هنايا عندي عصير ديال الليمون غير واحد شي شويه، ودرت 2 معالق ديال الكونفيتور حيت عندي كميه صغيره ما عنديش كميه كبيره. ممكن تغل الكونفيتور تخفوه بالماء، كيبقى لكم الاختيار. بعد ما خرجت الحلوه ديالي من الفران كما كتشوفوا ها هي مذهبه كتجي فنه، تقدروا تاكلوها غير هكاك بسكوي كتجي زوينه. صافي هنايا غادي نخليها تشرب العصير ديال الكونفيتور والعصير ديال الليمون. المهم واحد 5 ديال الدقائق هكاك، لحقاش هي دابا سخونه وداك الكونفيتور مع الليمون راه باردين، ضروري واحد فيهم يكون سخون. اولا الا كانت هي بارده سخنوا الكونفيتور مع المهم واحد بارد واحد سخون. بعد ما كنخليهم يرتاحوا كنفندهم في الكوك كما كتشوفوا. صافي هكا غنبقى حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي وما يبقى الا نقدمها. سيقوني كتجي بنينه وكتذوب في الفم، ما يمكنش تاكلي وحده وكترجعي تقولي نزيد الثانيه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجيكم سهله، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات جديده. نقول لكم السلام عليكم.